الخضره وحطينا توابل طبعا، وحطينا بصل، وحطينا معلقه صلصه طماطم. بس انا هعمله النهارده كله ني في ني. اوكي. انا مش عامله كم كبير، انا عامله كم صغير. يعني انا هحط كوبايه واحده رز، وهحط نص كمان. ماشي. انا عاملاه ني في ني، انا مش ما عنديش اي حاجه مستويه هنا، ولا عملت بصله ولا عملت مش عارف ايه. لا، انا الدنيا كلها عندي النهارده ني في ني. انا شايفه ان مش دايما بيبقى التسبيكه بالقدر الممكن، لاني للاسف احنا اكلتها تربعه خفيف يعني، فما بنحاولش نتقل على معدتنا قوي. البصله بتاعتنا عاملينها في الهاند بلندر عشان ما تبقاش جامده. الخضره مقطعينها صغير خالص. هنحط شويه ملح بقى بسيط كده عشان انا ما بزودش الملح كتير. بعمله طبعا بجزر او بحط ساعات رشه نعناع، بس النهارده انا عايزه محشي. هعمل معاه فراخ. ادي فراخنا، ثواني الجنب بتاعنا. ماشي. هنعمل كده. بصوا يا جماعه، بلاش تملوه قوي عشان في بنات كتير صغننين بتقول يا طنط البتنجان بيبقى او المحشي بيبقى مليان رز بره. فده قلت لها عشان بتبقي ماليه البتنجانه قوي او الكوسايه قوي. فلا يعني بصوا، خلوا مقدار عقله او نص عقله لو البتنجانه صغنونه، وهو هينفش معاكم. اوكي. يعني بصوا كده، اوريكم حاجه. بصوا يا رب تكون واضحه، وخليكي تملي بتنجانتك تبقى نظيفه كده. ماشي كده باينه. هنعمل كوسايه كمان، وبعد كده هسيبكم بقى واحشي براحتي. كل حاجه تعملي كل الانواع. ما انا هعمل فلفل وهعمل كله. انا مش هعمل معاه النهارده لا بصل ولا طماطم ولا الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. انا عايزه بتنجان 3 حاجات بس: كوسه وبتنجان وفلفل رومي. ماشي. نفس الحكايه هنقولها هنا. ادي الكوسه بتاعتنا. ماشي. مش عارفه كملي. بصوا، لما لقيتش فلفل، انا بحب الفلفلات الصغنونه، بس انا الفلفل اللي لقيته كله لقيته الحجم الجامبو دوت. انتوا هتقولي لا ده مش جامبو، هقول لكم لا، بالنسبه لي ده جامبو، لان انا متعوده بعمل الفلفل الصغنن خالص. خلاص. فده بالنسبه لي جامبو، بس يعني ان شاء الله هيبقى حلو وهيبقى حراق ان شاء الله. انا ما حطيتش شطه على فكره، عشان عندي قطه صغيره مش بتحب الشطه. ماشي. بصوا خلي بصوا بقى. بصوا بقى، ده الفلفل الاحمر العادي. ماشي. عشان انا طبعا بحب الحامي، فهحشي كام واحده منه. بلاش الحته الطويله دي. خلاص. بس نقوا الفلفلايه اللي تلاقوها بقها واسع كده. خلاص. عشان تشيلوا رز. ماشي. انا عارفه ان انتوا شاطرين، والبنات الصغننه دي حلوين وعايزين يعملوا اكل حلو قوي قوي زي اللي مامي بتعمله. فان شاء الله هتعرفي وهتعملي اجمل من ماما كمان. ايه رايكم؟ يلا بقى نخلص الكميه ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل محشي. الحله دي ليه كده؟ ده الدهنه مطرح اللحمه. ماشي. ف
عملتها قدامي واحده في بلد اسيويه، بس كانت هي عامله دهن فيها، فقلت لا انا يعني مش هعمل دهن عشان انا مش هقدر اخليه تقيل قوي. بس سبت الدهنه بتاعت اللحمه اهي، وحطيت فرش خضره وقلب الكوسه ماشي. وهنرص المحشي دلوقتي، هوريكم بس. دي الفرخه بتاعتنا، شوفوا ما شاء الله اللسم بتاعها حلو ازاي، والشوربه رايقه ما فيهاش اي حاجه. الفرخه بتاعتنا واخده سوا بسيط خالص. هنحمرها، هوريكم النهائي بعدين بقى. يلا. انا ما بعملش محشي كتير، احنا 4 افراد، فده بالنسبه لنا يعني حلو قوي، على حسب ان كل واحد مثلا 4 كوسات، 4 بتنجانات، فلفلتين او 3 ماشي. فيا رب يعجبكم، بس ان شاء الله هنسوي واوريكم المنظر النهائي. الفراخ لسه هنخيرهم يحطوها في صينيه وتتحمر في الفرن، ولا نحمرها على النار من فوق. هوريكم الشكل النهائي بعدين. يلا شكرا. بص انا قلت اجيب لكم بقى ايه شكل النهائي، كنت هجيب لكم وانا بغرف وكده، بس قلت لا يلا عشان اجي على خالص، على خالص. بألف هنا على قلبكم. الحاجة مش بكترها، الحاجة بنفسها وبلمتكم مع بعض. أهم حاجة في كل دوت إن شاء الله إن شاء الله وصفاتنا تعجبكم. أي عروسة جديدة بقى عندها أي فكرة عايزة تعملها تكلمنا على الخاص، أو تكلمنا في قلب الكومنتات. احنا سعداء بيكم، ونتمنى ان انتوا يعني اعملوا بقى لايكات كده وكومنت، اعملوا اشتراكات، دخلوا حبايبكم.